هذا الزامل رثاء في الشهيد قاسم يحيى سعد الحمضاني أبو حرب، والشهيد سليمان قاسم يحيى قاسم الحمضاني أبو طالب. كلمات وإلقاء شاعر الشهداء الشاعر أبو رامي الشرف. يا حروفي معي هبي لما أنا أريد، باءكم في انتظار القافية كل حين، في رثاء الأوفية أكتب مزايا قصيد، ونسق أقوى التلاحم بالكلام الثمين. مر عمري وأنا كافح حياتي أكيد، لكن الدهر ما يرحم أناسا أجمعين. حاول أترك همومي وجاني قيدا بقيد، قيد عقد حياتي في طوال السنين. راحوا أهل الشجاعة أهل قول سديد، كل ضرغام في الميدان ما بايلين. كل رجال شامخ صار عني بعيد، والهموم والمواجع من شمال ويمين. راح أبو حرب قاسم لا جنان السعيد، بعدها اليوم قلبي والبشر ضايقين. قاسم الحر والمقدام أصبح شهيد، قاسم الحر والمقدام أصبح شهيد، اختاره الله بفضله أكرم الأكرمين. آحني من فراقه حزن قلبي شديد، حزن في داخلي يشتعل على الطيبين. كان نشمي محنك كان رجال جيد، تشهد عليه المعارك خير ناس طيبين. صادق القول والكلمات ما كان يحيد، في الشدايد معك معروف كنزا ثمين. وابو طالب سليمان الوفي الوحيد، راح أعلن جهاده في صفوف المؤمنين. صفوة العز والناموس لاقى ما يعيد، باع نفسه من الله بعد سيدي حسين. اتبع قول أبوه في كل درب يجيد، ما خضع للمنافق أو قوى الظالمين. حزن قلبي على سليمان دايم يزيد، والجروح داخلي كم تشتعل بكل حين. لكن القلب أصبح في التهاب ووقيد، بعد رزحي سليمان كان ظخر اليمين. والله إن الحزن قد شب فيني أكيد، من فراق الأحبة ذيهم الأقربين. واسأل الله يجمعنا بيوم الوعيد، في جنان الخلد عند النبي الأمين، في جنان الخلد عند النبي الأمين. وسلامتكم.